خبر عاجل: ثم تعليق مؤقت لطلبات التأشيرة عبر الإنترنت في المغرب. أعلنت السفارة الفرنسية في المغرب عن تعليق مؤقت لطلبات التأشيرة المقدمة عن طريق المزود للخدمة تيلسكونتاكت. وفقا للسفارة، لن تكون منصة طلب التأشيرات متاحة من 26 من مايو إلى 30 من مايو للمستخدمين بسبب أسباب فنية وتنظيمية ومعالجة الطلبات المحسنة. لن يتمكن مقدمو طلبات التأشيرة من تقديم طلباتهم عبر الإنترنت على البوابة خلال هذه الفترة من الجمعة 26 من مايو إلى الثلاثاء 30 من مايو، ضامناً ممن قد يتسبب في تأخيرات في معالجة الطلبات. ومع ذلك، في بلدان مثل المغرب حيث يتم الاستعانة بمصادر خارجية لجمع الملفات إلى مزود خدمة خارجي، قد يتم استلام المتقدمين اعتباراً من 29 من مايو. بالنسبة للطلبات التي لا يمكن إدخالها عبر الإنترنت، سيكون مزود الخدمة مسؤولاً عن إدخالها بنفسه، ممن قد يتسبب في مزيد من التأخير. وبالتالي يوصى بشدة أن يقدم طالب التأشيرات طلباتهم عبر الإنترنت مبقاً إن أمكن قبل 26 من مايو. بالإضافة إلى ذلك، تحدد السفارة أنه في البلدان التي يتم فيها تلقي الطلبات مباشرة في خدمة التأشيرات، لن يكون هناك أي تأثير إذا تم إدخال الطلبات على تأشيرات فرنسا قبل 26 من مايو، أو إذا لم يكن مقدم الطلب قادراً على إدخال طلبه عبر الإنترنت قبل هذا التاريخ ولكن تم تحديد موعده بعد 30 من مايو. سفارة فرنسا TLS المغرب، تأشيرة فرنسا، تأشيرة شنغن، تأشيرة شنغن المغرب. انتهى الكلام.